انا جاي النهارده اقول لك على 6 نصايح في المذاكره اوعدك لو طبقتهم من اول يوم هتلاقي نتيجه فعاله جدا باذن الله. اول حاجه ممكن تبقى حاجه بديهيه قوي، اللي هو انت لازم تكون محدد انت هتذاكر ايه بالظبط. فكره ان انا هاخد شويه من الماده دي على شويه من الماده الثانيه، ده كلام مش منطقي، وهتيجي على اخر اليوم تحس ان انت اصلا ما ذاكرتش اي حاجه. فلازم في اول اليوم او حتى من اليوم اللي قبله تكون محدد انا النهارده هاخد 3 محاضرات مثلا من الماده الفلانيه. ده بيخليك بادئ اليوم عارف انت هتعمل ايه بالظبط، عقلك مش بيضيع وقت في اي حاجه. طول ما انت مش محدد لعقلك هو هيعمل ايه، طول ما هو هيخترع اي حاجه يعملها. لو انت محدد له نظام يمشي عليه كل يوم او هيذاكر ايه كل يوم، فده بالنسبه له اريح وبيخليك فوكسد قوي على الهدف بتاعك. تاني نصيحه، اول ما تبدا مذاكره خلاص انا حددت 3 محاضرات، اول ما تبدا في اول محاضره عقلك هيحاول يهرب من الضغط اللي اتحصل عليه ده، هيحاول يخلع منه باي شكل او هيحاول يخلع منك انت باي شكل. فوانت بتذاكر هتفتكر واحد صاحبك انت مقصر معاه بقالك سنتين، قريبك اللي كان عامل عمليه من 5-6 سنين كنت عايز تطمن عليه دلوقتي، عايز تتعلم عن التاريخ الاسلامي، الطب البديل، عايز تكتشف قدراتك في السباحه او الجري مسافات طويله، في كتاب معين انت كنت قريت منه صفحتين عايز تكملهم. عقلك هيحاول باي طريقه يهرب منك. وانت بتذاكر اي فكره تيجي في دماغك سيبك منها خالص وقول لعقلك، كلمه ركز في اللي احنا فيه دلوقتي، ده اولى من اي حاجه تانية. ولما تعمل ده مره في الثانيه وتستحمل جرعه الملل دي شويه هتلاقي نفسك عقلك بيسمع كلامك وبيركز معاك في المذاكره. ثالث حاجه، ابعد عن كل المشتتات، سواء في البيئه اللي انت قاعد فيها، اوضتك، اقعد في مكان هادي. وكمان ابعد عن لعنه الزمن بتاعنا اللي هو الموبايل. حاول عينك ما تشوفش الموبايل خالص، خليه في درج، خليه بره الاوضه انت بتذاكر فيها اصلا، لان انت اتكونت عاده في دماغك كده بمجرد ما بتزهق عقلك دايما يروح على الموبايل يعمل سكرول في اي ابلكيشن ويكلم اي حد. فحاول بقدر الامكان تبعد المشتتات وتقلل شويه الضغط على عقلك. رابع نصيحه، طب انا ما اقدرش ابعد الموبايل عني، محتاج ان انا اترجم كلمات، محتاج مثلا اشوف صور، محتاج اشوف سكرين شوتس مثلا هتساعدني في المذاكره، او يمكن اصلا انا بذاكر على الموبايل. فاعمل ايه؟ النصيحه الرابعه ان انت بتنزل ابلكيشن اسمه ستاي فوكسد. ستاي فوكسد ده ابلكيشن بيسمح لك ان انت تقفل ابلكيشنز معينه وتفتح ابلكيشنز ثانيه، بحيث ان انت لو مسكت الموبايل حتى فكل السوشيال ميديا ابلكيشنز انت بتعمل لها بلوك، وتفتح بس مثلا الجاليري، تفتح البرنامج بتاع اللي انت بتترجم منه على الموبايل، ايا كان الحاجات اللي انت بس هتستخدمها وقت المذاكره. لان لو انت بتفتح الموبايل وكل حاجه شغاله، انت ساعات اصلا بتحب تترجم حاجه تروح داخل على النت تنسى اصلا انا كنت عايز اعمل ايه، فده بيمنعك شويه من الحته دي. خامس نصيحه هي ايه؟ ساعات كده بتلاقي ناس يقول لك مثلا انا بخلص المحاضره الكبيره دي في ساعه، مع ان انت ممكن في المحاضره دي تقعد 2 3 4 وما تعرفش تخلص حتى نصها. ايه الفرق؟ الفرق ان اللي ذاكر المحاضره في ساعه ده هو كان كل الوقت مركز بس في المحاضره دي، فالتركيز من غير مشتتات بيخلي عقلك يستوعب اكتر ويحفظ اسرع. انما انت لو بتاخد المحاضره هتقول 4 ساعات بس، كل ربع ساعه تفتح شويه نت، كل مش عارف تلت ساعه تروح تعمل مش عارف ايه، هتلاقي نفسك خدت وقت طويل جدا وما خلصتش اللي في ايدك. وعشان تتغلب على النقطه دي وتدخل عقلك في سايكل التركيز دي، استخدم تكنيك اللي هو البومودورو تكنيك. له ابلكيشن نزله، ده بيسمح لك ان انت مثلا هتذاكر نص ساعه، النص ساعه دول كاملا عقلك ما بيركزش في اي حاجه غير المحاضره، وبعدين تاخد ريست 10 دقايق. 10 دقايق دول اعمل فيهم اللي انت عايزه. بس المهم هنا او ميزه الطريقه دي ايه؟ بالذات ان انت بتخلي عقلك يركز بس في النص ساعه دي مش في اي حاجه تانية، فبتزود تحصيلك واستيعابك وفهمك. وفي نفس الوقت بتقول له ان انت لما تخلص النص ساعه دي في مكافاه عندي هديها لك، ربع ساعه او نص ساعه على حسب الوقت اللي انت هتوزنه. فبيخلي ان هو عايز يخلص ويركز عشان يستفيد بالربع ساعه دي. انت بقى خليها نص ساعه، خليها ساعه الا ربع، خليها ساعه، على حسب انت قوه استيعابك قد ايه. بس من رأيي طول ما زادت المدة طول ما يبقى أحسن لعقلك. يعني مثلا خليها ساعة إلا ربع وربع ساعة، يبقى أنت الساعة بتذاكر فيها ساعة إلا ربع بتركيز. طريقة حلوة قوي هتساعدك كتير. سادس واحدة وآخر حاجة خالص، حاول في كل يوم أنت بتذاكر فيه في آخر اليوم تحدد حاجة حلوة جدا أنت عايز تعملها. أنا مثلا لما كنت بحب أشجع نفسي على المذاكرة كنت بخلي في آخر اليوم، أنا بحب أتفرج على أفلام، فمن أول اليوم بحدد إن أنا النهارده لو خلصت اللي ورايا هتفرج مثلا على الفيلم ده واجيب اكل انا بحبه واعمل قعده معينه. ده كان بيشجعني اصلا اخلص مذاكره كل لما ازهق. خلاص انا قدامي مثلا ايه جزء واعمل الفيلم واتفرج واكل ومش عارف ايه. في واحد تاني لك انا لما اخلص مثلا
هنزل مع اصحابي. ايا كان الحاجه اللي انت بتحبها هي ايه، بس طول ما عقلك عارف ان هو لما يخلص دي هيلاقي حاجه بيحبها، طول ما هو هيستحمل الملل المذاكره وهيحاول يشد معاك في المذاكره شويه. اخر حاجه ودي اتكلمنا عليها في فيديو قبل كده، ان انت لما تيجي تراجع حاجه او تذاكر حاجه معينه حاول تقرا المحاضره كلها الاول بعينك من غير اي حفظ، من غير اي ضغط حفظ، وبعد كده ابدا راجعها جزء جزء. ده هيسهل على عقلك الاستيعاب بتاعها شويه. حاول تطبقهم كلهم او حتى اي واحده من دول، ولو انت بتطبق حاجه معينه قولها في الكومنتس يمكن حد يستفيد منك. اشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.